السلام عليكم يا زعيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ابو عمو، مش كنت منزل سكرين على النت مش هتتكسر؟ مش هتتكسر ازاي يعني؟ كنت طالع على النت انت قبل ده عامل فيديو وجايب اكتر من سكريني، واحدة ما هتتكسر والتانية مش هتتكسر غير لو تنيتها على الاخر خالص كديتي. حضرتك ايه المشكلة يعني معاك؟ طب السكرين انا كان جاي مركبها عندك ب 100 جنيه، النهارده داخله على 7 شهور، جت امبارح التليفون وقع اتكسرت، مع نطلعها لقيت يا دوب مع نعمل كدي ما تكسر. تنصبوا علينا انتوا؟ طب انا حضرتك يعني ليا 7 شهور وشغاله معاك، يعني انا ايه نعمل لها السكرينه يعني؟ يعني كيف تعمل لها يعني؟ انت مش واخد 100 جنيه عليه وقايل ضد الكسر؟ ايوه ضد الكسر، بس يعني مش ما تتكسرش، يعني ضد الكسر يعني تحمي الشاشه من الكسر، خبطه خفيفه. انت شاشتك المهم بتاعت الموبايل كويسه الحمد لله وسليمه ولا مش؟ لا سليمه الشاشه. الشاشه؟ طب والله ما كنت كسرت الشاشه كان كسرت المحل ده فوق راسك يا ابو عمو. كسر محل مين كسر فوق راسي؟ تكلم زي الناس عشان ما نزعلوش مع بعض. امال كيه يعني انت ضحك عليا ومديني سكينه ب 100 جنيه وتقول ضد الكسر وليها 7 شهور يا دوب خدت خبطه مكسوره؟ تنصبوا على الناس مش تتكلموا كويس زي الناس يا ابو عمو. حقك علي معلش. يا رب نصلح حالك كده ان شاء الله ورب نخلف عليك. يمكن شالت من عندك العين ولا حاجه، يمكن حد بص عليك جيت في السكريني كان رقبتك اتكسرت، كان راسك جابت نصين، كان رجلك جابت لها شرايح. الحمد لله. انت بتفاول عليا ولا إيه؟ لا ما قصديش، ما قصديش والله ابدا لا سمح الله، بس انا ما فاهمك الدنيا يعني. فزي ما انت ممكن يكون مثلا معاك حاجه لا قدر الله ولا حاجه كده، ربنا يعني شال منك العين او شال من عنك مصيبه جايه ولا حاجه، حطها في السكرين. امال لو جاتي في رجلك ولا جيت في عيل من عيالك بعد الشر عليك يعني كان قد ذبحتني، روح الله يصلح حالنا وحالك. ده انتوا عالم غريب. حقك علينا يا